25 الجزائر قدمت 6 ملاعب. 6 ملاعب. نحكي لك على 4 جدد انا دوك. الاربع جدد، اما هي قدمت 6 ملاعب اون، والمغرب قدمت 6 ملاعب. يقول قايل علاش 6؟ خاطرهم 6 مجموعات. دونك كل مجموعه باش تلعب في بلاد وعندها ملعب، ستادير مجموعه فيها 4 جمعيات. الماتش الاولاني يبدا مع الاربعه، الماتش الثاني يبدا مع السبعه. واضح البرنامج. لكن الديفيرنس، لكن ماتش بيان سور الاخراني في نفس الوقت. لكن الديفيرنس هنا وين تلعبت؟ مش في ستركتور ستادات بركه. بخلاف المغرب قدمت 24 ستاد تاع انترينمون. اش قلت لك انا؟ 24 ستاد تاع. السلام عليكم اخوان اخوات والحباب وكاع متابعي كره. فجينا فيديو جديد. بصراحه الله جينا نتحدثوا على الاعلام التونسي. بصراحه الله اعلام كيناقش التنظيم ديال المغرب ديال كاس افريقيا 2025 وكيعطي واحد الرساله وكيناقش واحد النقاش غني وثري بكل صراحه. فبصراحه الله الاعلام التونسي اعلام محايد، فاعطى الجوانب اللي هي رشحت المغرب انه يدي كاس افريقيا على الطرف الجزائري بدون تعصب وبدون هذا. فبصراحه الله غادي نخليكم تشوفوا بعدا الاعلام التونسي شنو كيقول لها التنظيم ديال المغرب 2025. لك على 4 جدد انا دوك. الاربع جدد، اما هي قدمت 6 ملاعب اون، والمغرب قدمت 6 ملاعب. يقول قايل علاش 6؟ خاطرهم 6 مجموعات. دونك كل مجموعه باش تلعب في بلاد وعندها ملعب، ستادير مجموعه فيها 4 جمعيات. الماتش الاولاني يبدا مع الاربعه، الماتش الثاني يبدا مع السبعه. واضح البرنامج. لكن الديفيرنس، لكن ماتش بيان سور الاخراني في نفس الوقت. لكن الديفيرنس هنا وين تلعبت؟ مش في ستركتور ستادات بركه. بخلاف المغرب قدمت 24 ستاد تاع انترينمون. اش قلت لك انا؟ 24 ستاد تاع انترينمون سي دو جامي فو حتى في اوروبا. شنو الاعلام التونسي كيقول بانه كما ديما كنهضروا بانه اللي دار الفرق في التنظيم ديال المغرب هو ماشي التيران بوحديتو، الملاعب بوحديتهم غير كافيين. دائما كنقولها الملاعب بوحديتهم ماشي كافيين، خاصك فنادق في المستوى، خاصك لي زونطريما يعني في المستوى الملاعب ديال التدريب يكونوا جاهزين وبوفره، خاصك بنيه تحتيه يعني على مستوى عالي، خاصك تكون في واحد بحال ما نقولوا خاصك تكون في الواجهه. المغرب راه ما وصلناش نهائي ديال كاس العالم. يعني انا لو كنت رئيس الاتحاد الافريقي غادي نعطي للتنظيم المغرب. علاش؟ لان كنشوف بلد في واحد النيفو عالي يعني عليه الاضواء، فضروري خصني نستغل ديك البلد باش نبدا ننجح واحد التظاهره، ماشي العكس. واش فهمتي؟ يعني باقي الفرص للجزائر، مازال الفرص البلدان الاخرين، ولكن انا عندي تظاهره في المستوى خصني ننجحها، خصني نجني ارباح، خصني بزاف د الحوايج. اذا المغرب خصني نستغلو في الظرفيه ديال هو اقوى، ماشي حتى يمشي هاد شو سميتو هاد الاضواء اعلاه وتمشي هاد لا، راه العصر هذا عصر ديال استغلال واحد النيفو طلع ديال شي دوله اولا ديال شي حاجه خرجت بالجنب. اي حاجه خصو يستغلها في هذا الوقت هذا، وبالتالي المغرب كيستحق على نظيرا اللي عنده من الامكانيات، وكيستحق على المستوى اللي وصل ليه خصو يتجازى. وكنظن ان كاس افريقيا في المغرب غادي تكون بواحد المستوى عالي جدا. نخليكم تشوفوا واحد التصريح ثاني واحد الاعلام التونسي. ساعه في هنا وين تلعبت؟ مش في ستركتور ستادات بركه. بخلاف المغرب قدمت 24 ستاد تاع انترينمون. اش قلت لك انا؟ 24 ستاد تاع انترينمون سي دو جامي فو حتى في اوروبا. معناها 24 ستاد تاع انترينمون، كل جمعيه عندها ستادها، ما تقعدش تستنى هي في الجمعيه الاخرى باش تخرج ولا كذا. وقدمت 3 استادات. الجزائر جاي عندها تيرانات في المستوى، وعندها يعني خاص الكاف هي بصراحه الله مع المستقبل خاص تنظم الجزائر، لان الجزائر هي عندها الملاعب الاخرين اللي صايبتهم في المستوى، وغادي خصها يجيها الفرص انها تنظم، لان ماشي كاع على قولة الله اكبر كبيره، ماشي كاع الملاعب ديال في افريقيا، كاع البلدان الافريقيه عندها ملاعب ديال الجزائر. بصراحه الله الجزائر بصراحه في السنوات الاخيره خدمت العرصه، ولكن جات في واحد التنافس قوي مع المغرب،
فنتمنى والله الدورات المقبله انها تاخذ الترشيح تاع الجزائر باش نلعبوا في ديك التيران حتى هما يتصايبوا. مازال ملاعب جديده كتنشأ في الجزائر، ملعب ديال البشر، المهم كاين بزاف د الملاعب. الملعب ديال شو سميتو ديال شباب القبائل ثاني، ملعب تيزي والزواعر عجبني بصراحه الله، شحال مره درت له فيديوهات. هادشي اللي كاين اخوان. وصلنا للنهايه، ما تنساوش دعمونا بلايك واشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه ديالنا، وتصلوا للفراسه.